السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأحباتي، عاملين إيه؟ أخباركم؟ يلا بينا في الجزء الأول من الطهارة. الإسلام هو دين النظافة والطهارة. قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. الطهارة هي إزالة النجاسة من الجسم والثياب اللي هي الملابس والمكان. النجاسة هي القذارة التي أمرنا الله بالتطهر منها، كالبول والقيء والغائط والدم الكثير. كيف تتم الطهارة؟ تتم الطهارة عن طريق حاجتين: الاستنجاء والاستجمار. ايه هي الاستنجاء؟ الاستنجاء هو غسل مخرج البول او الغائط اللي هو الدبر بالماء حتى تزول النجاسة. الاستجمار هو مسح مخرج البول والغائط بالمناديل او الحجارة، طبعا في حالة وجود الايه؟ في حالة عدم وجود المياه حتى تزول النجاسة. والطهارة هي شرط أساسي لصحة الصلاة. لو مفيش طهارة فبالتالي صحة الوضوء مش صحيح، فبالتالي الصلاة مش صحيح. إلى اللقاء في حلقة قادمة من حلقات الطهارة. سلام.